جدتي الله يرحمها ما كانتش تقطعها من عندها ابدا، تفضل على طول عندها كده، لا تقولولي لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. يلا نقول الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ده محلب، اللي انا بحطه ده محلب. هتروحي عند العطار هتقولي له انا عايزه مثلا ب20 جنيه محلب ولا حاجه، هيديكي حبه حلوين كده. المحلب ده مش قادره اقولك. وعندي هنا سوداني وسمسم، يبقى انا حطيت كده محلب وسوداني وسمسم. وعندي كمون. تمام، اوعي تنسي اللايك بقى. وعندي هنا كزبره ناشفه، بس للاسف انا عندي ما كانتش الكزبره الحبيبات. وعندي فلفل اسمر. وعندي هنا بقى كراويه، دي بقى ضيفها من عندي، دي ما كانتش بتتحط. وعندي حبه شطه صغيرين هم برضو اللي موجودين. اي توابل عندك وفلفل اسمر. لا ده نعناع الاخراني، ده نعناع. ومعلقتين كركم، بس انا حطيت هنا معلقه. وبرضو كده يعني انا حطيت معلقه تانية ما جاتش يعني. تمام، هحط بقى الكلام الجميل ده على البوتاجاز كده وهقلبه كويس قوي عشان اطلع منه الرطوبه بتاعت اي حاجه، عشان ما يبقاش فيه رطوبه. دي تفضل مع عندك بقى ايه طول السنه، وفي الصيف كده بقى تحتاجيها في حاجات كتيره قوي قوي قوي، يعني هتحطيها عليها. حطيها على البطاطس المحمره، هتحطيها على بيض مقلي، هتحطيها على بيض مسلوق، هتاكليها كده بخيار وطماطم لوحدها. انا حطيت هنا نص كوبايه ملح، وهحط معلقتين سكر. وهقلب بقى الحاجات الحلوه دي لحد ما يبرد خالص. انا حطيت الملح في الاخر خالص لما قفلت. وهجيب بقى اللي هي بتاعه الخلاط ديت وهضرب فيها الكلام الجميل ده. طب انا بعمل ايه؟ بعمل دقه. فاكرين الدقه ولا انتوا لسه يعني انتوا صغننين على حكايه الدقه دي؟ الدقه دي كنا بنعملها زمان، بس كنا بنحط عليها النوى بتاع النقه، يعني بتاع المشمش. مفيش النقه بتاع المشمش، حطينا المحلب ده بقول لكم بيخليها جميله جدا. ريحتها كانت جايبه من اخر الدنيا وانا بعملها. شايفين ما شاء الله طلعت كميه حلوه معانا. عندك بقى يعني عندك مثلا مكسرات عايزه تحطيها فيها، اي حاجه عايزه تحطيها فيها حطيها. انا هنا كنت مفطرتش فكنت سلقت بيض كده وحطيته. ممكن تحطي على البيض او ممكن تحطيه في العيش كده، وتحطي طماطم مثلا ولا حاجه، بس انا ما عنديش طماطم. وتحطي طماطم وخيار كده وتاكليه من غير اي حاجه خالص. الاكله الجميله وحاجات زمان دي بتبقى حلوه. ويفضل عندنا البطرمان ده طول السنه، وعندنا كمان كميه حلوه كده شايلينها. يا رب يعجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك، عشان كل اللي شاهد الفيديوهات اللي فاتت على فكرة ما بينسى اللايك. بيتفرج على المشاهدة بيبقى كويسة، لكن اللايك بينساه. مستنية تعليقاتكم ولايكاتكم وكلامكم الجميل. وشوفوا بقى الصيف جاي، وطبعا المصايف بقى والحاجات الجميلة دي بتبقى عايزة الحاجات الأكلة السريعة. بألف هنا وشفا، وجربوا الطريقة دي حلوة جدا. كل الفوائد فيها الكركم وفيها كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيش وملح ودق. بألف هنا وشفا.